المصري ما بيرميش حاجه، ده من زمان، من زمان قوي، ايام الفراعنه. اول واحد مات قال لك تدفنه، احنطه وخليه، او عمل حضاره والسياحه ونفع. شفت؟ كنت هترميه. مفيش بيت في مصر ما فيهوش حاجات كتير محدش عارف هي موجوده ليه، بس نرميها حرام. فايه؟ خليها. ماوس بايظ، وصلة شاحن مقطوعه، كرتون التلفزيون نفسه باظ او بعناه، كتالوجات كتير قوي بتاعت اي حاجه عمرنا ما بنقراها، ونفضل ننخور في الحاجه لحد ما تشتغل او تبوظ على حسب. انما اقرا الكتالوج ليه؟ طب ارميها. اخليها. اكياس كاتشب بقى من الصغيره دي اللي بتيجي مع الدليفري كتير كتير قوي، ده الشركه دي لو قررت تعمل الاكياس دي فاضيه هتكسب برضه، لان الناس اللي ما بتحبش الكاتشب ما بتفتحوش بس ما بترميهوش. دي ظاهره ما حدش فاهمها. في درج كده في الباب كده في الثلاجه، هو شغلته نحط فيه اكياس الكاتشب دي. عارف ليه بنشيل اكياس الكاتشب دي في الثلاجه؟ عشان ما تبص، احنا مش عايزينها بس افرض باظت. طب ما ترميها من الثلاجه، فضي مكان. لا خليها. نيجي بقى للورق، فاتورة فوري، بون سوبر ماركت، كارت شحن انت شحنته 3 مرات قبل كده، كروت بتاعت ناس انت مش عارف قابلتهم امتى، فلاير من بتاع حضرموت اللي بيرموه في عينينا واحنا سايقين، ما تعرفش جه البيت ازاي بقى، خليه. ورق درس عربي من بتاع الثانويه العامه، افرض قابلت حد قال لك اعرب فجاه وانت مش فاكر، اكون رميته؟ خليه. احتياجنا المستمر ان احنا ما نرميش حاجه، ده دايما نابع من ان احنا عندنا احساس ان هتجيلنا فرصه جامده جدا، بس محتاجه حاجه من اللي كانت عندنا ورميناها. فايه؟ خليها. يعني تخيل مثلا انت جالك مستثمر موافق يحط لك $1,000,000 في المشروع بتاعك انت ما عندكش مشروع، صايع قاعد في البيت، هيحط لك $1,000,000، بس للاسف بقى عايز 3 علب صلصه فاضيين وانت رميتهم. شفت؟ كنا خليناها. الموضوع ده على فكره ما يبانش واحنا عايشين جوه البيت، ولا لما يجي لنا حد، لان احنا كمصريين عندنا قدره على دفس الحاجات دي في حتت عارفين ان دوريات التفتيش ما بتعديش منها. تحت السراير، دولاب متحنط من ايام الملكيه في مصر في جنب البلكونه. الفضيحه بقى لما تيجي تعزل 50 كرتونه على 200 كيس زباله على 10 شنط، ويجي يقول لك نلم العفش بقى. طب الكراتين دي فيها ايه؟ ما خليها. الكوميدي بقى بعد ما تفرش العفش وتفك الكراتين وتستقر في المكان الجديد، شهرين 3 كده وانت ماشي في الشقه ايه ده؟ ايه الكرتونه دي؟ كرتونه كراتين، في كراتين ما حدش فتحها، جواها ايه؟ الفضول هياكلك. بس نصيحتي ليك ما تفتحهاش، ارميها زي ما هي كده، عشان لو فتحتها اقسم بالله ما هترمي منها حاجه. وبعدين انا بقول لك مفيش حاجه هتضيع منك، ما انت بقالك 3 شهور ما دورتش على اللي جواها وما تعرفش اصلا انها موجوده. حاول تصدق شويه ان الحاجات اللي انت فعلا محتاج تحتفظ بيها ما ترميهاش. الخبره، المعلومات، الناس المحترمه اللي انت بتحبها وبتحبك، كتب، المبادئ، دي الحاجات فعلا اللي انت لو خليتها معاك وما رميتهاش يمكن لما تجيلك فرصه تعرف تستغلها. خليك خفيف في الحركه كده، وبتتنقل من مكان لمكان سهل، ومن فكره لفكره سهل. جو البراميل اللي احنا عايشين فيه ده صعب قوي. صباح الفل. انت في ناس بني ادمين مش طايق، وكل ما يكلمك متضايق منه، يطلع لك بقى المثل العظيم بتاع اللي محتاج وشه بكره محتاج لقفاه. يعني بني ادم انت مش طايقه، بس خليه. خليه.